في ناس ساعات بتكتب لي في التعليقات بتقول لي يا عم احمد كلامك مش نصايح، كلامك بيعقد. يعني انت لما انا اسمع بالفيديو بتاعك انا بتعقد من الجواز، بتعقد من الحب. يا صاحبي، يا اختي، يا اخويا، انا بنصحكم انتوا اللي انتوا لما تيجي تخشوا دنيا او تخشوا اللي انتوا تحبوا شخص، انتوا بتجمعوا عيلتين مع بعض، لازم يكون في ود بينهم وفي محبه بين الاثنين. مفيش محبه بين الاثنين ومفيش ود يبقى مفيش جواز. ده الصريح وده الصح وده المفروض. مفيش جواز عشان لو مفيش ود وحب وموده والكلام ده تحصل مشاكل. هتعرف تعمل ده كله؟ ما تقولش هعرف. والفلوس مش هتخلي تعمل اي حاجه اللي انت بتقول عليها، الفلوس مش هتعمل. لو اتنين ما بيحبوش بعض بالذات الستات، ما تقولش الموده والحب يخلص بالفلوس. هي الفلوس بتعمل كل شيء الا الحمايات كلها عامه يعني، والامهات. هي الام مش لاقي عليها الكلام ده، والحما مش لاقي عليها الكلام ده. ازاي الواد ده يجي ياخد فلوسنا كده، ياخد البنت ويمشي؟ البنت دي بتبص لي كده ليه؟ ولما تيجي تبص لك تديها 100 جنيه تقفل تبصي بصه كويسه ولا بصه وحشه؟ لا طبعا. ولا تاخدها على جنب، ده الموضوع عندنا خلاص، الموضوع خلص، ده انا اللي خطوبت النهارده عيب بقى ما تبصش كده. هل كده خلاص؟ لا طبعا، الموضوع كبير قوي، الموضوع فوق ما تتخيل. ما هو عندك جواز، لا عندك حب، عندك خطوبه، عندك جواز، مش 3 وبس. لا ما هو في مواد بقى، في رايح جاي وجاي رايح بقى يا اسطى. امال انت شايف ايه وانت مفكر وانت تروح في الحب وفي الخطوبه وفي الجواز بس؟ انت عبيط قوي. الحب ده في ناس ما بتعرفش حاجه عنه، ما علينا سيبك من ده. الخطوبه بقى هتروح لها كم مره، وعيلتك هتروح كم مره، وعيلتها هيروحوا لك كم مره. ده في الخطوبه كتير. طب الجواز بقى، الجواز كتير قوي بقى، مواد بقى وكده. هما ممكن نفترق بين الاثنين. هل في الجواز مفيش حد هيروح؟ قليل قوي، يعني 5% او لو في موده والكلام ده. عشان كده برضه الكلمه قبل ما تناسب حاسب، وتعرف الشخصيه اللي انت تناسبها صح. سلام يا صاحبي.